احنا اذا مش جايين لنوازن كتلفزيون كوسيله اعلام بين شباب الميدان وبين حسني مبارك، او بين شباب الميدان وبين السيسي، او بين شباب الميدان وداعش. واذا السيسي وجهه نظر، داعش وجهه نظر بالتاكيد. داعش بالتاكيد وجهه نظر، لانه فيها الاف الناس وملايين، في ملايين متعاطفه من داعش. احنا مش جايين نعرض وجهه نظر داعش بالاتجاه، بس كمان ولا السيسي، لاني وجهين عندي، واحد برايي انا مش شايف حتى حد اخطر من حد على المدى البعيد. على المدى البعيد، على المدى القريب لا، هذا بيقدر يبني دول، هذول بيقدروش يبنوا دول. داعش ما فيها تعمل زراعه ولا صناعه، ما فيها غير تخرب قدام. بس على المدى البعيد من حيث النتاج على الحضاره العربيه نفس الخطر. هم ولا المالكي والميليشيات هاي الطائفيه، هذه كلها مش وجهات نظر بالنسبه لي، او وجهات نظر بالنسبه لوسائل الاعلام التقليديه. بس انا شيء واحد، لا بدي داعش ولا بدي السيسي. يعني لا داعش ولا بشار الاسد. مش هذا مستقبلنا، بس يعني هذا اللي بقول، مش هذا المستقبل العربي اللي شايفه، مش هذا اللي انا بدي اعرفه. هذا الاصل، يعني مش انه هذول مش موجودين وبيطلعوا بالتلفزيونات. مش جاي انا اعمل كمان تلفزيون مهني يجيب كل هدول، مش هذا الهدف. بدنا نعرض احنا الاصوات اللي تهمشت، اللي هدول داسوا عليها بعد 2011. يصير ما بيجي بشار الاسد يفهمني هو شو بصير، مش ابدا يعني. ولا بيجوني جماعه السيسي يفهموني شو بصير بمصر. انه انا اجيب انه اعطيهم شرعيه وكذا، وبيجوا بتهبلوا علينا وباخذوا وبيجوا بيحاسبوا كلهم بيجوا بيحاسبوا. عارفين بيجوا على الجزيره، كل ما بيجوا بيحاسبوا. كم مره ظهروا باخذوا فلوس من قطر. كلهم هذول الشبيحه باخذوا فلوس على زور. فهذا الاصل. يعني انا اللي بقوله انه فينا نميز بين هذا. طبعا الخبر تبع بشار الاسد، نجيب خبر بشار الاسد، يعني هو خبر، هو حاكم بلد. بس انا مش معمول لاجيب وجهه نظره في مقابل وجهه، مش هذه، مش هذا الهدف. اوكي، يعني هذا انا بحكي عاد لما انتقلنا من مستوى الخبر لنفهم شو بصير. ما بجيبه هو يفهمني شو بصير، ما بيجي بشار الاسد يفهمني هو شو بصير، مش ابدا يعني. ولا بيجوني جماعه السيسي يفهموني شو بصير بمصر. مش راح يفهموني شو بصير بمصر، انا مش معمول لهيك يعني. ممكن لو بدي اعمل برامج حواريه زي اخونا اتجاه المعاكس، بجيب واحد من السيسي وواحد منهم بنزلوا ببعض. طيب مين بمصر بقول عن اتجاه المعاكس موضوعي لانه بيجيب رايه؟ ما حدا بقول عن موضوعي لانه بيجيب رايه. اكثر شيء الان، اكثر شيء بنعمل شباب التنسيقيات بسوريا كلهم بيشبهوك وبيشبهوني اجمل مني واحسن مني. هذول اللي ذبحهم النظام وكذا كلهم طلعوا برا عم يعملوا افلام. انتوا عرضتوا حيطان سراتب، ما في اجمل من هيك. من هالشكل بيقدر كل برنامج يعرض، كل حلقه يعرض هيك شيء. يعني يطلع برا استوديو شوي، لانه استوديو مهم. هلا ملان يعني مادي، بس على شيء، على اهميه شيء متقسم على المصطلح. شباب التنسيقيات كلهم تحولوا لاعلاميين، الثوره صارت مسلحه، والشباب التنسيقيات صاروا يا اداه يا اعلام، وكلهم صاروا مبدعين بالاعلام، عم بيعملوا افلام يا اما بتطلعوا كرو لبرا، يا اما بتشتروا او بتجيبوا. شو تشتروا؟ هي بيناتس يعني. هن شباب بس بدهم يعني حدا ياخذ منهم شو نشتري، يعني شيء مسخره. او نعمل حوالينا، وهذا بيساعد على المشاهدين. يعني اعملوا شبكات شباب ونشتري لهم كاميرات، واعملوا شبكه ناس حول التلفزيون يشتغلوا معنا. يعني اعملوا مبادرات. يعني انا بعرف كيف هذا الحكي بنعمل. نظمت بحياتي مظاهرات وعمل واضرابات وكذا. الواحد بيعرف بيجيب شباب يلتفوا حولنا ويشتغلوا وينزلوا على المناطق اللي هاي كذا. يعني اذا الجزيره عملت 50 مراسل بسوريا يمكن اليوم ملان شباب مستعدين. هذا سوريا. تخيلوا لو عملنا بفلسطين هيك، بالمغرب هيك.